السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اخباركم ايه يا حبايبي؟ فاضل ايام على شهر رمضان الكريم، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين، وتقبل منا صالح الاعمال، ويشفينا ويشفي كل مريض يا رب، يشفي كل مريض يا رب، بحقة الأذان في كل مكان يا رب. النهارده الجمعه بقى ان شاء الله. نزلت اشتريت حبه حاجات كده، ما اشتريتش حاجات كتير، بس قلت اقول لكم انا اشتريت ايه وايه اللي موجود في السوق، والحاجه رخيصه بسم الله ما شاء الله. البسله ب 12 ونص وب 15، جميله تحفه، اللي ما خزنتش تلحق تخزن. الطماطم في 2 ونص ب10، وفي 3 ب10، وفي ب5. التلاتة ب10 حلوة للخزين، هاتيها واعمليها صلصة. ما نعرفش الطماطم اسمها المجنونة هتغلى امتى، هتعمل ايه. هاتي وخزني لو لسه ما خزنتيش. انا مخزنة الحمد لله بتاع 20 كيلو، فما اشتريتش حتى طماطم النهارده، لاني عندي في الدرج بتاع يجي 3 4 كيلو. انا بخلي الحاجة عندي تحت ايدي، لان انا مش متاح ليا كل يوم انزل السوق. فلقيت شويه قلقاس كده عند بتاع الخضار اللي انا بتعامل معاه، زي ما انتم شايفين كده. والقلقاس ثمنه 27 جنيه. دول عشان طوال شويه، وفي واحده مثلا كده مخرومه اهي، يعني ما فيهاش حاجه، هتتقشر وهوريه لكم بعد ما اقشره هيبقى تحفه. ده خدته ب 22، قلت له ب 20 مرضيش. دول 3 كيلو ونص هشيلهم. انا شايله يجي 6 كيلو، ودول برضو هشيلهم، ينفعني في رمضان، عازمه ولادي، عايزه اطلع كيس قلقاس اعمله. زي ما وريتكم في فيديو قبل كده، هتلاقوه عندي على القناه. حمرت السلق معاكم. برضو جبت سلق كماله، ده ال5 ب10، السلق الواحده ب2 جنيه. وجبت كزبره وشبت، انا بحط عليه كزبره وشبت. الكزبره والشبت الاربعه ب5. الخضره ما شاء الله كبيره وحلوه. بصوا الاربعه ب5، لاني في الصيف ما بنلاقيهاش كده. فجبت سلق، وجبت كزبره وشبت، وجبت خيار بلدي بسم الله ما شاء الله. الخيار البلدي تحفه ورخيص، ب 12 جنيه الكيلو. ده بصوا ما شاء الله تحفه. بصوا ده ب 12 جنيه الكيلو، جبت 3 كيلو اهو. انا احب الحاجه تحت ايدي كده، واحب اطلع اكل منها طول ما انا واقفه في المطبخ. فلفل الالوان رخص بقى بسم الله ما شاء الله، بس ما لقيتش عنده اصفر، جبته احمر كله مش مشكله. كيلو ب25 جنيه اهو. بصوا جميل تحفه، مفيهوش اي حاجه اهو، يتغسل يبقى زي الفل ما شاء الله. يعني ربنا يرخص قوت المسلمين يا رب. اهو يا حبايبي، جبت كيلو وشويه، لان قال لي دول قطعين 27، خدتهم ب25، يعني كيلو بواحده كده. قال لي قطعين 27، خدتهم ب25، اديته 25 فيه ماشي. وجبت خس بلدي، انا احب الخس كده يعني اغسله واحطه كده في المصفى، ورايحين جايين عليها انا وابني. ربنا يخلي لكم ولادكم يا رب، ويبارك في عمرهم، ويكفيهم شر العين الوحشه وشر المرض. لان انا وابني يعني الحمد لله العين صيبانه، ودايما كده تعبانين. الحمد لله ربنا يشفي كل مريض يا رب. ماشي يا حبايبي، زي ما انتم شايفين كده. ده الخس ده جبت الاربعه ب15 جنيه. الاربع الاربع حزم الاربع وحدات ب15 جنيه. انا قلت اخد منه التلاتة ب10، مرضيش. فقلت له طب خلاص هاخد 4. قال لي الاربعه ب15 جنيه، فخدتهم الاربعه ب15 جنيه. ماشي يا حبايبي. والحمد لله هم دول الحاجات اللي انا نزلت اشتريتهم، لان انا عندي طماطم وعندي جزر وكل حاجه الحمد لله عندي، ومخزنه بسله. فاللي ما خزنتش تلحق تخزن. الحاجه رخيصه وزي الفل وما شاء الله جميله في السوق اهو. هنقشره وهوريه لكم من جوه شكله ايه، مش هيفرق اي حاجه اهو يا حبايبي. وهنقرطف السلق وهحمره، وهشيله في علبه بحمره مع الشبت ومع الكزبره ومع الثوم ماشي. والخيار هنغسله نحطه في درج التلاجة مع الفلفل الالوان نسحب منه. فدلوقتي انا بس هقشر القلقاس عشان اوريه لكم من جوه، مش اكتر من كده اهو يا حبايب قلبي. قشرنا القلقاس وخرطناه. يفرق ايه بقى عن ابو 27 ولا 28؟ وده جايبه ب22. لو جايبه 5 كيلو هتوفري 10 جنيه، لو جايبه اكتر هتوفري، تنفعك في حاجه تاني. خليكي ست مدبره، ما تستهتريش بالحاجه. ما تقوليش يعني ايه 10 جنيه، لا هتفرق معاكي. هنا 10، هنا 10، هنا 10. يعني انا حزمه الخضره جنبي السلق بتتباع ب3 جنيه و4 جنيه، اما اروح السوق اجيبها ب2 جنيه. لا يبقى انا اروح السوق اجيبها ب2 جنيه. الخيار ده جنبي بيتباع 20 جنيه، بتاع الخضار اللي جنبي بيبيعوا الكيلو ب20. لا انا جايباه من السوق ب12 جنيه، يبقى انا اوفر.
اما اوفر ربنا هيبارك لي في صحتي وفي عافيتي، واما يبقى قلبي على قلب جوزي ربنا هيبارك لي في صحتي وفي عافيتي. مش يعني انحته ولا مثلا اجزره ومش حاسه بيه. ليه يعني؟ ده عيشه. وجعل بينكم مودة ورحمة. لازم الست ترحم جوزها، تبقى عارفة ايه اللي هو عايزه تعمله، مش لازم هو يتكلم، عارفة قدراته، ما تشيلوش فوق طاقته. وبرضه الراجل يبقى برضه رحيم بمراته، يشوف هي ناقصها ايه، عايزة ايه، كلمة حلوة، كلمة طيبة، كتر خيرك، تسلم ايدك كده. وجعل بينكم مودة ورحمة. واجعل دايما بينا الرحمة والعفو يا رب والمغفرة. وكل سنة وانتم طيبين، واجعلوا رمضان حلو عليكم. عشان الفيديو ما يطولش عليكم وهختم معاكم، وانا بقى هقعد اقرطف فيه السلق واغسله واقطعه واحمره واحطه في علبة. ماشي حبايبي. واغسل بقى بقية الحاجة، اغسل الخيار واصفيه واحطه في درج التلاجة. الفلفل الالوان اغسله واحطه في درج التلاجة. يبقى حاجتي مغسولة فلة. القاسي تحت ايديا، بسلتي تحت ايديا، الطماطم تحت ايديا. في رمضان انت صايمة مش قادرة تنزلي السوق، طلعي حاجتك من بالليل تشتغلي فيها، بتسهلي على نفسك. انت اللي انت بتعمليه ده بتسهليه على نفسك، وبتخزني حاجة تنفعك. مش هتلاقيها في الصيف، القلقاس مش هتلاقيه في الصيف، البسلة مش هتلاقيها في الصيف، السبانخ لو بتحبوا السبانخ خزني لك 5-6 اكياس سبانخ. يعني كل الحاجات دي بتوفر وقت وبتوفر مجهود وبتوفر فلوس في نفس الوقت. يعني انا نفسي اكل بسله، اروح اجيب كيس البسله ب 40 جنيه ولا اجيب الكيلو دلوقتي ب 12 جنيه واخزنه؟ ده معلومه للبنات اللي لسه متجوزه. الكبار عارفين كل حاجه وبيعملوا طبعا، بس دي معلومه للبنات اللي لسه متجوزه، اللي لسه فاتحه بيت، تخليها قلبها على قلب جوزها ورحيمه بجوزها ورحيمه بمصاريف بيتها. وربنا يصلح حال البنات كلها ويهدي سرهم ويصلح حالهم ويعمر بيتهم يا رب، ويكفينا شر المرض ويشفينا ويعافينا يا رب العالمين. ودايما كده بالستر وبالصحة. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسونيش في اللايكات قليلة جدا والمشاهدات قليلة جدا. يعني اعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، اعملوا لايك. وشكرا جزيلا لمتابعكم، وشكرا للناس اللي اشتركت عندي جديد. ربنا يبارك في عمركم ويكفيكم شر المرض يا رب جميعا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.